السلام عليكم. كمية الأسلحة اللي في السورة دي يا جماعة دي اتلقتت من شوارع غليلة جدا في داخل مدينة الخرطوم، وده في خطر عظيم جدا جاية لما جزء من الناس يشعلوا الحريق ولا يقع في أيادي قطع بتاعت أطفال ولا المراهقين ويلعبوا بيها. فالتوعية بيجي بي وبيجي بيك يا عزيزي المشاهد، لازم تشير الفيديو ده في كل الجروبات الخاصة والعامة والعسكرية والجروبات المحلية من أجل الحفاظ على حياة المواطن. شيرك هينغز خيرك. صلوا على الحبيب وشيروا الفيديو ده وعامل لايك عشان ينتشر، علق عشان ينتشر في كل سوشيال ميديا من أجل الحفاظ على المواطنين الموجودين داخل الأحياء. أولا عدم الحريق، أي أوساخ ولا نفايات ما تحرق نهائيا. يمكن إنك أنت تقول إنه أنا وساخة ده أيوة دي أكياس وأوراق ما فيها أي تلقى، لكن الأرض اللي بتحرق فوق ده تحته بكون فيه مدفون فوقه 1000 تلقى ومدفون فوقه راس بتاع اربجي اللي اندرب ولسه ما اشتغل، ولا حوزر اندرب وما اشتغل. ويمكن تقول الوساخه دي ما فيها وانا حركته فوق برميل، تشوف الوساخه الصغيره دي ممكن بكون فيها تلقتين كلاش هيؤدي على حياه بتاع اطفالك. ارجو رجاء الغاز في زمن الحس دي ما في حد يحرق نفايات لتيل انه يتم ناس الاطفاء يتم التفتيش بنجاح ويتم إزالة كل الفضلات الحربية. ده والله من أجل سلامتكم أنتم ومن أجل سلامة المواطنين السودانيين، خاصة مدن الوسط والخرطوم والمدن الجديدة اللي اتحررت في كردفان. برضه لازم ممنوع منعا بات لما ترجع لبيتك تحرق فيها حاجة. تحياتي لكم وربنا يسلمنا ويسلمكم جميعا. السلام عليكم. اللواء عيسى أم سعود شدة ما اتزعت في كردفان قاعد يطلب فزع من أهله. هيا أنا أبو جود أفزعوني أنا هنا مسيرية ما عندنا خير بعد. أسمع الصحراء متمحنين فيه الا المالحه يفزعونا. والله ده اكبر عيب، يكون عيب علينا فعلا. الدعم ما عنده قبيله، ولكن نحن الان الشغل ده اصبح لدايه. كل الذي تمسك جعبات كلول، كل الذي تمسك جعبات كلول. اذا كان الاخوه دي جزاهم الله خير من هناك ما بقصوا ابو جود السافلنا الاخوه هنالك قادات. اذا جاء فزع ما في مانع، لكن ارجو رجاء خاص، ارجو رجاء خاص القادات الكبار ومرقوا وانا الشغل انبشكت أي محل معذورين. الفرقه 22 تم خلاص المخنق القنطور بيجيك اتصال انسحب والطيران جاي يقود. يعني تبريد للكلول لما الكلول برد نهائيا جبط الحطب. طب اي هذه خطط؟ الطيران جاكو الناس تقوم مارقه وصناف معينه. هو يا ناس اتقوا الله سبحانه وتعالى وخافوا الله. الدنيا ما بتقعد زي ده، ونحن دارين سمع ودارين زي بقولوا دارين هيا ود الضيف، انت عندك سمعة وين؟ سمعة ما عندك يا زول، اجري بس. السكن ده من راسنا، سكن 56 ده مشى من رؤوسكم. لكن والله اذا كان بنفس الطريقه ولا كل كردفان دي تكون دولة 56 برضه تحفظها بالكرع لحد الممات. اذا كان ده حصل وما رفعتوا راسكم والله ده حيحصل علينا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا مجري السحاب يا هازم الاحزاب يا منزل الكتاب اللهم انصر شبابنا. عمك دخل الاسلام من جديد اقسم بالله لازم. عمك ايام المشى مسيج من صغير ده يتذكر اي دواء. نال ابو السياد ونال ابو الفتك ونال ابو المتك. احييك واحيي السياد واحيي الزئيد. عمك لواء قال اسمه ابو مسعود، قال والله زعتك لما انكوركت والله ده شفيته غليلنا يا اخي. بل يا صاحبي